تحية كبيرة، تحية كبيرة لحنان. تفضل حنان، أقوى حنان أقوى. مرحبا بك حنان. مرحبا بك أختي، مرحبا بك. تفضل. مرحبا بك حنان. حنان قداش عمرك؟ بيانتو 34. قداش؟ بيانتو 34. 34 سنة. تسكن في سوسة يا ذر؟ سوسة. مفاجأة يا ذر اللي جاتك الدعوة، غريبة ها؟ أكيد. ها؟ أكيد. متزوجة؟ ديفورسي. عندك بنوتة يا ذر؟ عندي بنات. يا ربي يفضلها لك، يا ربي يفضلها لك. قداش عمرها؟ 13 ans. ها؟ 13 سنة. 13 سنة، ربي يفضلها لك. يلا قل لي حنان، في بلاتو تاع تلفزة ها؟ وفي برنامج اسمه عندي ما نقول لك، شكون في اعتقادك اللي ممكن يستدعاك في برنامج تلفزي كيما عندي ما نقول لك، ويحب يقول لك برشا حاجات؟ شكون في اعتقادك؟ شكون في اعتقادي إنسان يمكن وجعني في وقت من الأوقات وحب يقول لي علاش. تو سامبلومون. تتوقعش شكون؟ لا. ماك تعرف في الدنيا هذه برشا ناس يوجعونا بكلامهم بتصرفاتهم. انت فماش شخص معين او حد معين؟ لا. لا، ما عندكش فكره؟ ما عنديش فكره. على كل باش نقدم لك مؤشر الان باش تشاهدوا معايا على شاشه التلفزه مؤشر على مدى ربما حتى تقرب لك شكون الشخصيه اللي موجوده معنا في استوديو عندي ما نقول لك واللي بالفعل طلبك هنا باش يقول لك برشا حاجات. مباشره نشوف هذا المؤشر. حنان، نجم كلمة هد اللي تبني في سنين؟ حنان، نجم كلمة هد اللي تبنى في سنين. الكلمة ما تهدش أما الفعل ولاد. ايش تقصد؟ معناها عمرها ما كانت الكلمة هي اللي تهد، الفعل متاع الإنسان هو اللي يهد الحاجة اللي تبنات في سنين. نحس يقرب لكش شوية هذا، يعطاكش فكرة ربما على شكون الشخص اللي استدعاك. لا. نشوفوا مؤشر ثاني. نشوفوا مؤشر ثاني. طب حنان، تأمل الكلام اللي يقول كان ثم زوج متفاهمين راه واحد منهم تعب. كان ثم زوز متفاهمين راه واحد منهم ما نحبش نقولها. ايه ممكن. ها؟ ممكن. خاطر ناس قبل قال لك شقال؟ نسيتها. شقال؟ قال لك باش يتفاهموا زوز لازم يكون الدرك على واحد، فهمت؟ باش يتفاهموا زوز لازم يكون الدرك على واحد. هي عاد قرب لكش هذايا شويه، عاد يظهر لي بدا تسهل. زيد كيف شاي؟ شاي. زعما راجل ولا مرأة؟ شكون؟ ايش تتوقع؟ خاصة انه انك طلقة زوز متفاهمين درك على واحد، دونك نورمالمون راجل. نورمالمون راجل. نورمالمون. نجم تكون غلطة. نجم تكون غلطة. نجم تكون غلطة. يعني في ذهنك خالي تماما من انه شكون يكون موجود. خالي. به حتى نكون معاك واضح وصريح. شوف معايا على الشاشة وشوف شكون اللي استدعاك في برنامج عندي ما نقول لك، وشكون اللي عنده ما يقول لك برشا كلام في برنامج عندي ما نقول لك. شوف معايا الصورة. صمت رهيب. شكون؟ إنسانة كنت في وقت من الأوقات أعز صاحبة ليا، أقرب إنسانة ليا. شكون؟ اسمهان. اسمهان. اسمهان على الصورة هاك تشوفها. شي حكايتك معها؟ والله احنا عشرة طويلة من بعضنا وصارت صار سوء تفاهم. ما نعرفش شو ما تعرفش.
كنتوا اصحاب والامور ماشيه يظهر لي. شنو هو اللي فرق بيناتكم؟ شنو هو الحدث الكبير الهام اللي خلاكم تتفرقوا زوج اصحاب؟ هي أدرى. صار هي أدرى. ها؟ هي تعرف شنو اللي صار. مثالش اعطيني وجهه النظر نتاعك حتى ما نظلموا حتى واحد. مثالش يا حنان، هات نفرقوا الرمانه بشويه بشويه. صار اللي في وقت من الأوقات عبد ينجم يتنازل على عشرة متاع وين على خاطر نابورت كوا. شنو هو اللي نابورت بوغ ريان يعني. شنو هو اللي هو حتى شيء هذا؟ لا أعلم شنو اللي دار في راسها، لا أعلم شنو اللي خليها باش توصل تصرف هكاك. علمك اللي قالها تألمت اللي قالته أكيد. لكن ما يلزمش نعرفوا. ها؟ ليه ما قلت على حسيتك متألمة برشا. ما يوجع كان العبد اللي تعز في هدية معك كلمة حلوة. فريمون انسان تعطيه ثقة ويستغلك الثقة هذيك باش يزرعك اوفون. توجع وصعيب باش تتقبلها الفكرة. حنان اسمها بذلت مجهود كبير وشاق جدا في انها توصل الى برنامج عندي ما نقول لك وانها تجي للاستوديو التلفزي هذايا بكل ما يحمله من معاني ساميه نحب ناسسها في برنامج عندي ما نقول لك. يظهر لي اسمها عندها برشا كلام تحب تقوله لك وهاك تسمع فيها وهي قدامك. اسمع حاش باش تقول لك. حنان سامحني بالحق، سامحني ظلمتك وغلطت في حقك، وانتي تعرف انا قصدت باش نغلط في حقك. طلب منك سماح، تعرفني نحبك برشا من غير ما تخمم فيها الحكايه دي. تعرفني نحبك انا بالحق. ما تعرف كنت نجم نطلب ابسط الحوايج راجلي، انا فضلتك عليه هو، فضلت سماحك انت عليه هو. سامحني هاو طالبه منك حتى شيء، واللي مش تحكم به انت انا جو سوي بور مش نعمل. اللي ما تعرفوش هي كوني انا مسامحتها صافي لونتون اللي انا سامحتها، اما قعدت لوجيع هكا وسماح خذيته وهي ما تعرفش الشيء هذا. ايه لمتى؟ شنو اللي متى سامحتها؟ لمتى الوجيعة باش تقعد سي با فاسيل هكاك باش تتنحى، يلزم وقت سيرتو اللي ماهيش قديمه الحكايه، يلزم وقت. قالت ما نجمش نعيش من غير صداقتك. وخليت عليها بلاصه كبيره بدليل انه ما تصالحتش مع رجلها وجابتك انت لهنا للاستوديو حتى تصالح معه. هي اخر لحظه وقت اللي خرجت من دارنا على اساس باش نمشي تفقد بنتها وتجي، انا كنت متغشى عليها وخرجت يعني وقالت لي نسلم عليك، قلت لها ما تسلمش علي. نزلت في ثنيه في التاكسي هزيت التليفون ونبكي، قلت لها اسمعي هنا راك خليت عليا بلاصه توا ما تبتاش عايشه اختي. دونك تعرف هي يعني معزتها شنو هي عندي. واضح. قابله انك تسامحها؟ اللي يسامح ربي واللي حاسب ربي. انت وانا مسامحتها. رغبتك انت سامحتها. باش ندعوك الى لحظه حاسمه ومهمه في حياتك وفي حياه صديقتك اسمهان، انك تقف في المكان هذا. تتفضل يلا تقف، ونحب نعطيك حريه الاختيار. وحريه الاختيار هذه تتقاس بنبل مشاعرك وبصدق مشاعرك تجاهها وبصدق مشاعرها تجاهها. هذا ستار انا ما نحبش نراه الستار هذايا، في غالب الاحيان ما نحبش نشوفه، نحبه ديما كيما يتحط كيما يتحل. القرار عندك، يفتح الستار حنان والا يبقى كما هو. اكيد يفتح الستار. يفتح الستار. تحيه كبيره يا بيه، تحيه كبيره لك. تفضل تفضل.
تفضلوا مرحبا، تفضلوا تقعدوا بحثنا. حلوة اللقطة هذه لأنها لقطة بالفعل فيها مشاعر فياضة ومشاعر إنسانية، نتمنى أنها تتكرر دائما في برنامج. أنا نحب نعرف علاش تبكيو الزوز. لا ويا نحكوا زوز هذا ما يبطل. حنان واسمها كيما الحزن يبكي، كيما الحزن يبكي نجم الفرحة تبكي راه. أكيد الفرحة تبكي، أنا هذوما هو الفرح نسميهم. إيش بيك ساكتة أنت؟ اسمها كنت خايفة. كنت خايفة؟ لا شنو؟ ما تجيش. ما تجيش وإلا ترفض سامحني. أنا تعرف حسدكم في أنكم بالفعل بعد المشكلة اللي بعد المشكلة اللي صارت لكم أنكم رجعتوا أصدقاء، وحسدكم في الصداقة هذه. ويا ريت في نهاية الأمر أنه الناس الكل تكون كيفكم هكايا. قد نغلطوا مع بعضنا في بعض الأحيان، لكن راهو إصلاح الأخطاء في نهاية الأمر الأخطاء واردة واللي ينفع فيها هي اللمة هذه. ويقول لك الصديق كان وقت الضيق. فرحانين، ربي يفضلكم لبعضكم ولا نحيكم على بعضكم. تحية كبيرة لكم، تحية كبيرة لكم. شكرا لكم.